تخيل معايا ان النهارده يوم مشرق والسما صافيه والسوق في حاله صعود قوي. فجاه تبدا سحابه سوداء وكثيفه بالتشكل لتغطي جزء كبير من ضوء الشمعه اللي قبلها، وهو ده بالضبط اللي بيمثله نموذج الدارك كلاود كفر. وده يعتبر اشاره الى ان القوه الشرائيه قد تلاشت وابتدى يظهر الضباب. فتعالى نشرح نموذج مع بعض بيتكون من شمعتين مستديرتين، وهو نموذج الدارك كلاود كفر. وهو ببساطة عامل شبه السحابة اللي بتغطي جزء كبير من ضوء الشمس. أول شمعة معايا لازم تكون شمعة صعودية قوية وتيجي في اتجاه صاعد، يليها تكون شمعة هبوطية. بس شرط الشمعة التانية الهبوطية إن هي تفتح بجاب أب، يعني تفتح بفجوة سحرية صعودية. لو جينا شوفنا هنا مثلا ادي اتجاه عندي او حركه صاعده، وادي الشمعه الصعوديه في اخر الاتجاه. ولو لاحظنا ان في فرق جاب اب ما بين الشمعتين دول، بس دي يعتبر طالما كالت الشكل اللي قبل منه اعتبر بيرش انجلفينج. فمش دي اللي انا بدور عليه. اللي بدور عليها يبقى عندي حركه صعوديه وتبقى عندي شمعه صعوديه يليها شمعة مفتوحة بجيب لأعلى وقفلت حوالي 50% من جسم شمعة الصعود اللي قبلها. ودي شروط تكوين الدارك كلاود كفر، إن يبقى عندي اتجاه صاعد، الشمعة الأولى شمعة صعودية قوية، الشمعة التانية تكون فاتحة بجيب لأعلى وتكون هابطة، بشرط إن هي تغلق منتصف جسم الشمعة الأولى. ده بيمثل عندي نموذج الدارك كلاود كفر. طب النموذج ده يفيدني بإيه؟ أو إزاي إن أنا تريد عليه؟ بستنى شمعة كونفirmation وهي تقفل تحت مستوى الشمعة التانية من الدارك كلاود. أول ما ألاقي شمعة قفلت هبوطية ببتدي أخش صفقات بيعية، والستوب لوس بتاعي بيبقى فوق شمعة الدارك كلاود. او عشان اضمن الستوب بتاعي يكون في مكان كويس احطها على المقاومة، باخد على الاقل مسافة 1 أو 1.5 من الشمعة. فتعالى نشوف النموذج ده مرة كمان. عندي هنا مثلا على زوج الUSG بوال حركة صعودية، وفي النهاية كانت شمعة صعودية قوية يليها شمعة مفتوحة بكابل اعلى واغلقت حوالي منتصف الشمعة اللي قبل منها. ده يعتبر عندي تكون نموذج دارك كلاود كفر. فهستنى سمعة التأكيد الهبوطية اللي بعدها وابتدي اخش صفقة بيعية من هنا، والستوب لوس بتاعي اعلى الدارك كلاود. وهحط فوق المقاومة دي وهحسب المسافة بين الستوب والدخول، كان حوالي 9 بيب او 10 بيب. هاخد الصفقة دي معايا 1 أو 1.5 من الستوب. في نهاية الفيديو لو الفيديو عجبك اتفرج على الفيديو اللي قبل منه بتاع البيرش انجلفينج، عشان في تشابه كبير ما بين الشمعتين وتقدر تفرق ما بين دارك كلاود كفر والبيرش انجلفينج. ولو عجبك الفيديو اشترك في القناة عشان يوصلك بقية السلسلة من الشموع اليابانية والبرايس اكشن.